النهارده احنا هنجرب 3 عروض شاورما من 3 بلاد مختلفه، الشاورما المصري ضد السوري ضد الشاورما التركي. فانهي دوله بقى هتقدم لي اجمد عرض؟ يلا بينا نشوف. فخلينا نبدا اول حاجه بقى بحبيبتنا وهي مصر مع مطعم نص دستة. جبت بوكس الكنز 2 ابو 150 جنيه، اولهم طبعا الماكس كولا. يعني اول حاجه معانا في العرض هو سندوتش شاورما اسمه هامر. كميه الشاورما اللي في القلب كويسه قوي. شاورما اللحمه بتاعت نص دستة اقسم بالله لا يعلى عليها. الشاورما معموله مصري اصلي. فتعالوا بقى نخش على حواوشي اللحمه. غريب قوي تاتش السمسم المحطوط على الحواوشي الكهراوي، يعني دي تقريبا اول مره ادوقها. فيلا بينا بقى نحل بالكبسوله. بتبقى محشيه من القلب بتاعها في عجوه ومليانه مكسرات خطيره. طعم السمنه البلدي عالي قوي 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 فيها. فيلا بينا بقى نخش على المطعم السوري. ويا جدعان رغيف شاورما عامل كميه عروض بشكل مش طبيعي. العرض ده يا جدعان طلع اسمه في اللذيذ 2، وده بيبقى عباره عن واحده فتة شاورما فراخ معاها بوكس جواه ربعين ماريه فراخ مع بطاطس كتير مع توميه ومخلل، والهيصه دي كلها سعرها 100 جنيه. وده كده يا جدعان شكل الفته. القطمه دي تستحق الزحمه اللي معموله على رغيف شاورما. فيلا بينا بقى نخش على نص الماريه الفراخ. كميه الشاورما في القلب كويسه برضو. تتبيله الشاورما خطيره. فنخش بقى على اخر عرض معانا وهو الشاورما التركي من السلطان ايوب. البوكس ده يا جدعان اسمه بوكس التوفير، سعره 200 جنيه. ماشي، دول يعتبروا رغيفين شاورما متقطعين، واحد فراخ والتاني لحمه، معاهم بطاطس والعيش المتقمر ده. بحب قوي الصوص اللي بيبقى محطوط جوه الشاورما بتاعتي، بيبقى فيه لعب